تخيل معي عالمًا يقف أمام نبوءة كتبت منذ أكثر من 6 قرون في كتاب لم يقرأه أكثر الناس، ولكن التاريخ بكل ثقله جاء ليثبت كل كلمة فيه. رجل واحد في القرن ال14 نظر إلى شعب صغير في شمال أفريقيا وقال: هؤلاء سيعودون. لم يقل متى، لم يقل كيف، لكنه قال إنهم سيعودون وبقوة. ثم جاء مدرب أرجنتيني بعد 6 قرون، وقف في الدار البيضاء وقال بثقة مذهلة: مستقبل كرة القدم هنا. ثم جاءت عرافة لبنان: نيتنا لا تكمل اللغز، وتقول إن 2026 ستكون سنة الصدمة الكبرى. فهل كل هذا مجرد صدفة؟ أم أن المغرب يسير على خطى نبوءة قديمة لم تنتهي فصولها بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مغربي في المغرب وخارج المغرب في كل مكان وصل إليه صوتنا. أهلا وسهلا بكم في قناتنا، القناة اللي كتجمع بين التاريخ والرياضة والحكاية اللي كتخليك تقول والله ما كنت عارف هذا الشيء. اليوم غادي نحكي معاكم حكاية مش عادية، مش مجرد مباريات ومنتخبات. هذه الحكاية بدأتها قبل 6 قرون في صفحات مكتوبة بيد عبقري اسمه ابن خلدون، وكتمشي حتى ل 2026 وربما لما هو أبعد من ذلك. كان زمان سنة 1377 ميلادية، والمكان بين الجبال والصحراء، حين جلس عبد الرحمن ابن خلدون وأمسك قلمه ليكتب ما سيدهش العالم لقرون. في كتابه العظيم المقدمة لم يكتب مجرد تاريخاً، بل كتب قانوناً للحضارات، سراً يفسر لماذا تقوم الأمم وتسقط، ولماذا يعود بعض الشعوب من الصفر ليبلغ العظمة. وفي قلب هذا السر كلمة واحدة: العصبية. العصبية عند ابن خلدون ليست مجرد تعصب قبلي أو وطني، بل هي ذلك الشعور العميق الذي يجمع الناس كأنهم جسد واحد، حين يحس كل فرد أن انتصار أخيه هو انتصاره، وأن هزيمته هزيمته. قال ابن خلدون عن أهل المغرب بالذات، عن سكان شمال أفريقيا: إن في طبيعتهم وعروقهم وجبالهم ما يولد هذه العصبية الاستثنائية، وأن هؤلاء القوم ستكون لهم عودة، وأن من يملك العصبية لا يقهر إلى الأبد. ولكن القصة لم تنتهي هنا. مرت القرون، وجاء القرن ال20 بكل ضجيجه، وكانت كلمات ابن خلدون تنسى تحت ركام الحداثة والسياسة وكرة القدم الأوروبية التي كانت تهيمن على العالم. حتى جاء ذلك الرجل الأرجنتيني الذي لم يكن يعلم أنه يعيش في فصل من فصول النبوءة. سنة 1975 كارلوس بيلاردو، المدرب الأرجنتيني الذي سيصبح لاحقا من أعظم مدربي كرة القدم في التاريخ، زار الدار البيضاء ومشى في شوارعها وشاهد كيف يلعب المغاربة الكرة. ولم يكن ما رآه مباريات عادية، رأى شيئا مختلفا. رأى جوعا، رأى ذكاء جماعيا، رأى تلك العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون قبل 6 قرون دون أن يعلموا. ثم قال جملته الشهيرة التي بقيت تتداول العقود: مستقبل كرة القدم في المغرب. الناس ابتسموا، بعضهم ضاحك، وقالوا: إيه، المدرب الأرجنتيني كيلم. لكن بيلاردو لم يكن يحلم، كان يرى. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد. قفزوا معي الآن إلى عام 2022، كأس العالم في قطر. المنتخب المغربي يدخل البطولة في هدوء، كما يدخل الأسد الغابة. لا ضجيج، لا تصريحات كبيرة، فقط نظرة ثابتة وقلوب مترابطة. وكان ما حدث في تلك الميادين الخضراء شيئا لم يره العالم من قبل في تاريخ كرة القدم الأفريقية. المنتخب المغربي لم يلعب كأفراد، لعب كروح واحدة. حين كان لاعب واحد يسقط، قفز 10 لإنقاذه. حين صمدوا في مواجهة إسبانيا، ثم أسقطوا البرتغال، ثم وصلوا إلى نصف النهائي، لم يكن ذلك كرة قدم فقط. كانت تلك العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون تتجسد على أرضية الملعب أمام مليارات المشاهدين حول العالم. العالم العربي بكى، أفريقيا كلها قامت وصفقت.
والمغرب وحده كان يشعل النار في القلوب، من الرباط إلى القاهرة إلى الرياض إلى لندن وباريس وأمستردام. كل مهاجر مغربي في أي مكان في الدنيا شعر في تلك اللحظات بشيء لا يوصف، شعر بالعصبية، شعر بابن خلدون يسير بجانبه. لكن ما سيحدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان. عاد المنتخب من قطر وهو يحمل نصف تاريخا، ولكنه لم يتوقف. استمر التدريب، استمر البناء، واستمر ذلك الجوع الذي لا يروى. وفي عام 2025 جاء كأس أفريقيا، وكان المغرب بالفعل ما يكون بطلاً. أسد الأطلس حملوا الكأس الأفريقية ليثبتوا أن ما حدث في قطر لم يكن حظاً ولا مصادفة. كان مساراً، كان برنامجاً لا يعلم أحد متى بدأ، ربما بدأ يوم كتب ابن خلدون كلماته. وبيلاردو 50 سنة بعد كلامه، ها هو خوابه، حلمه، يتحقق أمام عيني الدنيا. ولكن القصة لم تنتهي هنا. هناك نبوءة ثالثة، نبوءة أقدم وأعمق وأكثر إيجاعا في القلب. في سبعينيات القرن الماضي، حين كان بيليه ملكا لا ينازع، وقف ذلك الرجل البرازيلي العظيم وقال بثقة الملوك قبل سنة 2000: ستفوز دولة أفريقية بكأس العالم. قالها بيليه، وانتظر العالم، ومرت سنة 2000، ثم 2002، ثم 2006، ولم يحدث شيء. وذهب كثيرون يقولون إن بيلي أخطأ هذه المرة، لكن ربما بيلي لم يخطئ في المضمون، ربما أخطأ في التوقيت فحسب. فحين وصل المغرب إلى نصف نهائي 2022، نظر كل عاشق لكرة القدم إلى تلك النبوءة القديمة وقال: ها هو بيلي كان على حق. التوقيت تأخر، لكن الحلم لم يمت. هو الآن، مع 2026 يقترب، وكأس العالم سيقام لأول مرة في تاريخه في 3 دول: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. يحمل المغرب وليس فقط أحلامه، بل أحلام قارة بأكملها وأمة عربية بأسرها. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد. ليلى عبد اللطيف، الاسم الذي يعرفه الجميع في العالم العربي. تلك السيدة اللبنانية التي قالت قبل كأس 2022 ما لم يصدقه أحد: المغرب سيصل إلى نصف النهائي. وحين ضحك الناس وقالوا مستحيل، سمت وابتسمت. ثم ضحكت هي الأخيرة حين رفع المغرب كفيه في وجه الكبار. واليوم ليلى عبد اللطيف تعود بكلام جديد عن 2026. تقول، وهي التي لم تخطئ المرة الماضية: إن ما سيفعله المغرب في كأس العالم المقبل سيكون مفاجأة كبرى لم يتوقعها أحد. تقول إن أسد الأطلس سيقدمون للعالم ما ستتذكره كرة القدم إلى الأبد. لم تقل كيف، لم تقل متى بالضبط، لكنها قالت: استعدوا. والآن، حين تجمع هذه الخيوط كلها، ابن خلدون وعصبيته، وبيلاردو ونبوءته، وبيلي وحلمه، وليلى عبد اللطيف وكلامها، تشعر أن شيئا ما يتشكل، شيئا لا تستطيع تفسيره بالمنطق وحده. كأن هذا الشعب يسير على خط مرسوم منذ أمد بعيد، وكأن كل تلك الكلمات المتناثرة عبر القرون كانت تصف مسارا واحدا ينتهي بشيء عظيم. لكن ما سيحدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان. في 2026، حين يفتتح كأس العالم، سيكون المغرب حاضرا لا كمشارك يكتفي بالحضور، بل كطرف يطلب الفوز، يطلبه بعصبية ابن خلدون، وبحلم بيلاردو، وبنبوءة بيليه، وبالمفاجأة الكبرى التي وعدت بها ليلى. الجيل الذهبي الذي يقوده حكيمي وزياش وبونو والرحيمي وأمرابط، جيل ولد في ملاعب العالم ولا يعرف الخوف بالاسم، سيكون هناك. وسيكمل ما بدأه ابن خلدون بكلمة واحدة قبل 6 قرون. هل ستشهد أعيننا في 2026 ما لم تشهده كرة القدم من قبل؟ هل سيرفع أسود الأطلس كأس العالم ليثبت للتاريخ أن النبوءة القديمة كانت حقيقية؟ لا أحد يعلم على وجه اليقين. لكن الذي نعلمه هو هذا: كل من قال المغرب قادم، من ابن خلدون إلى بيلاردو إلى بيليه، أثبت التاريخ أنه كان يرى ما لا يراه الآخرون. وإن كنت من الذين يؤمنون أن التاريخ لا يتكرر بالصدفة،
وأن الشعوب التي تملك العصبية لا تقهر إلى الأبد، فأنت تعلم في قرارة نفسك ماذا سيحدث في 2026. الآن، إن كنت تريد أن تكون من أوائل من يتابعون هذه الرحلة، من يعرفون ما وراء الكواليس، من لا تفوتهم أي قصة عن أسود الأطلس، فاضغط على زر الاشتراك الآن. ليس غداً. الآن. لأن القصة التالية التي سنرويها ستكون أكبر وأعمق، وستجعلك تنظر إلى كرة القدم بعيون مختلفة تماماً. فعل جرس الإشعارات حتى لا تفوت أي شيء، وشارك هذا الفيديو مع كل مغربي تعرفه في المغرب وفي المهجر، لأنهم يستحقون أن يعرفوا هذه القصة. وأخيراً، سؤال نريد إجابتك عليه في التعليقات: أنت شخصياً، هل تصدق أن المغرب قادر على رفع كأس العالم 2026؟ ولماذا؟ أخبرنا. لأن رأيك جزء من هذه الحكاية التي لم تنته فصولها بعد.